سلام. الفيلم كيبدا مع كيت ام لثلاثه البنات وراجلها ميت وخدامه في جوج خدمات باش توفر لبناتها كاع داكشي اللي كيحتاجو. وفي الخدمه كتراجع الامتحان ديال التمريض اللي سقطت فيه جوج مرات على امل تنجح هاد المره. والخدمه الاولى ديالها هي عامله توصيل البيتزا وخدامه معاها واحد صاحبتها اللي سميتها تيريزا، وعطاتها واحد الطوموبيل باش تبقى توصل بها البيتزا ونفس الوقت كتوصل بها بناتها للمدرسه. ومن بعد كنشوفوا المليونير ليو وحياته عكس الحياه ديال كيت، وعايشها بالطول والعرض لدرجه ما كيجاوبش باباه اللي على فراش الموت. والاب ديال ليو كيصوني ليه غير باش يقول ليه باللي هو الوريث من بعدو لاكبر شركات في المدينه. الشي اللي رافضاه ماغي، وهي تقول الاب ديالها باللي ليو شخص مستهتر وما غاديش يقدر على هاد المسؤوليه، وهي اللي تستاهل تورد دوك الشركات من بعدو. ولكن الاب ديالها قال لها راه كتبت كلشي بسميتو ودابا اللي عطا الله عطاه. وفي الجهه الاخرى كنشوفو كيت مع الام ديالها اللي كتعاونها في التربيه ديال بناتها، وهي تقول لها بلي لقات وظيفه ديال الاحلام ديالها ودابا غادي تمشي وتخليهم. الشيء اللي ما عجبش كيت وبدات غير كتغوط، وكيت بزز منها ولات كتاخد معاها بناتها الخدمه الثانيه اللي هي عامله نظافه في واحد الشركه. والياخد ديال اليوم محتاج للتنظيف وهما يصونوا على الشركه اللي خدامه فيها كيت وهي تجي باش تنظفو. ومنين دخلات بدات كتصور لصاحبتها تيريزا داك اليخت وقالت لها ما عمرني في حياتي شفت شي يخت بحالو. ومنين دارت لقات اليوم وراها وسمعها اشنو كتقول هي وصاحبتها، وشويه بدا كيضحك عليها وكيضحك حتى على حوايجها وشعرها، وهو يقول لها سيري جمعي البيت ديالي حيت غادي نحتاجك من بعد. وكيت ما حملاتوش وجاها شخص ممل لدرجه طرد الطباخ ديالو غير حيت الماكله ديالو ولفها. وهو يلقى اختو ماغي جات عنده وهي تقول ليه ضروري خاصك ترجع معايا للمكسيك حيت باباك على فراش الموت وبغى يشوفك. وهو يقول لها باللي بابا راسو قاصح وما غاديش يموت دابا، واصلا المكسيك بلد ممل حتى من بعد وغادي نرجع. وهو يقول لها كاع الا مات بابا غادي نشري شي فرقه ديال الكره ولا شي حاجه، وانتي اللي غادي نخليك المديره ديال الشركات من بعدو. ومنين ماغي شافت راسو قاصح قررت باش تمشي وتخليه. وهو يشوف ليو كيت حداه وهو يطلبها باش تجيب ليه واحد التفاحه، ولكن هي رفضات وقالت ليه باللي انا ماشي خدامه ديالك. وهو يقول لها باللي هي راه مرفوضه من الخدمه وما غاديش تاخذ الفلوس على الخدمه اللي خدمات اليوم بسبب هذا التصرف اللي دارت معاه دابا. وبدات كتعاير فيه وهي تقول ليه انت شخص اناني، وما رداتش البال باللي اليخت بدا كيتحرك، وبدات كتعيط على شي حد باش يوقفو، وهو يتبعها ليو ولاحها في الماء. ولاح لها من بعد حتى الاله باش كتنظف اللي كتسوى 3000 دولار. ومن بعد مشات كيت عند صاحبتها تيريزا وعاودت ليها اشنو وقع، وقالت لصاحبتها باللي خاصها تعطي للشركه 3000 دولار كتعويض لديك الاله اللي خسر ليها ليو، وكلشي بسبب داك الحقير. ومن بعد كنشوفوا ليو كاين في اليخت وباينه فيه ما عقلش وحتى واحد ما رد عليه البال، وهو يتحرك واحد الريح وهو يطيح في الماء، وهو يلوحو البحر النهار الثاني وما عقل على والو. وفاش كيتمشى كاع الناس كيشوفوا فيه وكيضحكوا عليه، وهو يدوز من حدا واحد البوليسي وسولو علاش لابس بحال هكا، وغير شافوا ليو خاف منه وهو يهرب. ولكن البوليسي تبعوه هو ياخذو للسبيطار، والطبيب قال ليه بلي راه عندك واحد فقدان ذاكره جزئي. وهي تعرف ختو ماغي اشنو وقع ليه وهي تمشي للسبيطار وهي تسول الطبيب على الحاله ديالو، وبدا كيشرح ليها الطبيب باللي عنده واحد فقدان ذاكره ويقدر ترجع ليه ويقدر لا، وقال لها قليل اللي كترجع ليه الذاكره من بعد. واخر حاله شاف ديال واحد البنت وقع ليها بحالو ولكن ما رجعاتش ليها الذاكره. وهي تفكر ماغي باش تستغل الوضع ديال ليو ومن هني تكون الوريثه ديال الشركات من بعدو، وهي تقول للطبيب باللي هذا ماشي خوها ومشات وخلاته. وهي تنتشر الخبر باللي كاين واحد الشخص فاقد الذاكره وحتى واحد ما عرفه، ولكن ماغي وصات كاع الناس اللي كيعرفوه باش ما يمشوش عنده وعطاتهم الفلوس باش ما يمشوش عنده. والخبر وصلت لكيت وهي تقرر باش تمشي عنده للسبيطار، ومن هنا طلب منه الفلوس اللي كتسالو. وهي تقول لها تيريزا بلي هو اصلا فاقد الذاكره وكيفاش غادي يعرفك. وهي تقول لتيريزا بلي غادي نستغل هذا الوضع وغادي ننتقم منه، وهما يمشوا عنده للسبيطار. وهي تقدر تيريزا تزور شي وراق باللي ليو راجل كيت، وقالت لها تيريزا بلي غادي نقولوا ليه كنتي خدام عندي ومن هاني كنتي ترتاحي وتدوزي شي ايامات مع بناتك، وديك الفلوس اللي غادي ياخذ غادي تعيشوا بها ومن هاني تخلص الدين اللي عليه. وهي تدخل عنده كيت وخايفه لا يعيق بها، وهي توريه شي وراق ديال الزواج مزورين وقالت ليه باللي انا مراتك وانت راجلي، وهي توريه حتى شي تصاور اخرين مزورين. وهي تقدر تخرجوا من السبيطار وهي تاخذوا للدار وتصدم من لقى راسو فقير. وحتى بناتها اتفقت معاهم وغير شافوه جاو عنده كيجرو بداو كيعيطوا ليه بابا، وعاودت ليهم اشنو وقع ليها معاه باش تنتقم منه وترجع الفلوس ديالها. وعرفاتو على البنات وقالت لي هذه سميتها مولي وهذه ايلي وهذه مالي.
وقالت ليه شحال تقاتلتي باش تكبر بناتك وتشري ليهم هاد الدار لدرجة خدام في جوج خدمات. وهو بقى مصدوم وهو يدخل الطواليت وهو يقول مستحيل تكون هذه هي الحياة اللي عايش، وهو يقرر باش يهرب من الشرجم. ومنين خرج بقى كيشوف في جنابه وما عرفش فين يمشي، ومنين دار لقى كيت وبناتها كيشيروا ليه وهو يستسلم للواقع ورجع للدار. ومنين دخل قالت ليه كيت باللي انا وياك متفقين واحد الاتفاق، انا غادي نراجع الامتحان ديال التمريض ديالي وانت غادي تبقى تجمع الدار. وهي تقول ليه دابا سير طيب لينا الغدا، وهو يدخل اول مره للكوزينه وبدا كيخربق وهو يخوي عليه لاصوص. وهي تقول ليه كيت باللي انت اللي غادي تجمع هاد الروينه كامله. وبالليل كيت نعست بناتها وهي تمشي عند ليون وعطا طومانطه ومخده، وهي تقول ليه الطبيب قال لك خاصك تنعس 30 يوم بوحدك في التحت. وهي تقول ليه باللي خاصك تنعس بكري حيت جو راجل تيريزا غادي يجي عندك غدا في الصباح بكري باش تمشي معاه للخدمه. والنهار الثاني جا جون وخداه معاه للخدمه وبداو كيضحكوا عليه الدراري اللي خدامين معاه وقالوا ليه يديك رطبين ما مولفينش الخدمه. ونفس الوقت فاش كيضرب ليو تما اختو ماغي وجدات واحد الخطه وقالت لهم باللي ليو راه مات وبدات كتبكي. ورجعات الوريثه ديال الشركات من بعدو وكنشوفوا ليو كيضرب تماره، وفي الاخر ديال النهار رجع عيان وبغى غير ينعس. ومن يرجع للدار لقى كيت موجده ليه واحد الليسته مكتوب فيها اشنو غادي يدير باقي النهار، وقالت ليه باللي خاصها تراجع مزيان الامتحان ديالها داكشي علاش ما غاديش تقدر تخرج اليوم، وقالت ليه تقدى معاك كاع داكشي اللي خاص الدار. ومن يرجع طيب العشاء وهو يجمع من بعد الدار وهو يمشي ينعس في نفس البلاصه وكل نهار كيدير نفس الشيء. وهو يقول الدراري اللي خدامين معاه باللي كيحس باللي ماشي هذه هي الحياه الحقيقيه ديالو. وهو يقول ليه واحد خدام معاه بالعكس انت عندك مرة وعندك ثلاثه البنيات خاصك تخدم عليهم العكس ديالنا حنايا اللي غير بوحدنا. ومن بعد كنشوفوا روز اخت ليو الصغيره وكتقلب على شهاده الوفاه ديال خوها وهي تصوني على الشركه اللي تكلفات بالدفن ديالو، وهما يجاوبوها وقالوا لها ما عندنا حتى شي سميه بسميه ليو. وهي تفهم باللي اختها كدير شي حاجه ماشي هي هذيك. وليو قرر باش يسمع الهضره ديال صاحبه وهو يقول لها انت جلسي راجعي الامتحان وانا غدا غادي نوصل البيتزا بلاصتك. والنهار الثاني فاق بكري وهو يمشي يوصل البيتزا، ومن بعد وصل بنته الكبيره للسباحه وبنته الصغيره علمها كيفاش تركب على البيكالا. ووصل نهار الامتحان ديال كيت ودوزته مزيان وكتسنى غير امتى تبان النتائج. وهي تمشي كيت من بعد عند صاحبتها تيريزا وهي تقول لها باللي صافي ساليت الامتحان ودابا غادي نعاود ليا كلشي ودابا انتقمت منه بما فيه الكفايه. وفاش رجعت للدار يلاه بغات تعترف ليه وهي تلقاه موجد ليهم العشاء. وفاش بغات تعاود ليه لقات بناتها كيشوفوا فيها وفي وجههم الحزن، وعرفات باللي ما بغوش يفقدوا ليو كيما فقدوا باباهم الحقيقه وهي تقرر باش تسكت. ولكن كيت بدات كتحس بتانيب الضمير وهي تقرر باش تعاود ليه وهي تقول ليه باللي انت ماشي راجلي وراجلي الحقيقي راه مات. ولكن هو ما صدقهاش وهي تقرر باش تمشي تعيط على بناتها وقالت لهم قولوا ليه الحقيقه، ولكن كذبوها وقالوا ليه باللي انت بابانا الحقيقي. وكيت نجحت في الامتحان وهما يقرروا باش يمشوا يحتفلوا في البحر، وهو يتعرف عليه واحد الراجل وصوره هو يصيفطو القبطان ديال اليخت ديال ليون، وهو يوري الصوره ديال ليون الاب ديالو وفرح بزاف من نعرف ولدو باقي عايش. هو يمشي الاب ديال ليون خطو صوفي للدار ديال كيت ومنين شافهم ليون تعرف عليهم وهو يتفكر كيت باللي كانت خدامه عنده والبنات ماشي بناته وبدا كيعاير فيها وقال لها انت استغليتيني غير على وديت المصلحه ديالك. وهو يمشي يركب معاهم في الطوموبيل وخلاهم وبنته مولي الصغيره بقات تبعاه كتجري باش يوقف. وليو فاش رجع اليخت كيحاول باش يرجع لحياته القديمه ولكن ما مرتاحش، وهو يقرر باش ما يكملش في الرحله ديال المكسيك. وهو يقول ليه بابا عاوتاني كتغلط، وهو يقول ليه هذا هو الاختيار الصحيح اللي غادي ندير في حياتي وغادي نرجع عند كيت والبنات حيت كنبغيهم بزاف. وهي تقول ليه ماغي عندك الحق خاصك تمشي عندهم، وهي تقول لها صوفي راه عرفناك باللي انت هي السبب مورا هادشي اللي وقع ليه. وزيفات الموت ديالو خلاتو مريض في السبيطار غير باش تستولي على الشركات ديالهم. وهو يشوف ليو واحد اليخت صغير تابعهم وهو يجيب المنظار وشاف كيت وبناتها تابعينه بغاو يحبسوه باش ما يمشيش للمكسيك. وليو مسكين فرح بزاف منين شافهم وهو يطيح في الماء باش يمشي عندهم. وهو يقول ليه بابا الا مشيتي عند كيت وبناتها غادي تخسر كلشي الاملاك ديالك وكلشي الشركات غادي نعطيهم لصوفي. ولكن ليو قرر باش يتنازل على كلشي غير باش يبقى مع كيت وبناتها. وهنا كيسالي الفيلم.